الفيلم كيبدي مع واحد الجراح مشهور بزاف سميتو يونغ يونغ ومعاه المساعده ديالو يونغ سون، راجل سيول في كوريا الجنوبيه نهار 3 17 ماي. هاد الدكتور محترم وناجح بزاف لدرجه تصويرته كاينه في كاع المجلات، وحتى واحد المضيفه ديال الطيران سميتها هانا طلبت منه امضاء وتصويره معاه. هاد المره الدكتور يونغ يونغ كان غايب على دارو هادي شهرين حيت عيطات ليه الامم المتحده باش يقدم مساعدات طبيه مستعجله في واحد المنطقه ديال الحرب. والنهار اللي رجع فيه كيتصادف مع عيد ميلاد بنته اون جونغ، وبطبيعه الحال البنت كانت مقلقه من باباها بزاف حيت غبر عليها وقت طويل. داكشي علاش بقات كتجاهل الرسائل ديالو وما كتجاوبش كاع الاتصالات. وهو خارج من المطار واحد الدري صغير بدا كيتخنق وما بقاش قادر يتنفس. الدكتور بلا ما يتردد جرى عنده عتقو في البلاصه. من بعد هادشي مشى حضر لواحد المؤتمر صحفي وجدته ليه المساعده ديالو يونغ سون باش يهضر على المساعده الانسانيه اللي دار مع الامم المتحده برا البلاد. وفي هذا الوقت بنته اون جون كانت كدوز الوقت في واحد القاعه ديال الالعاب ومازال ما باغياش تجاوب على التليفون ديال باباها. وخا هكاك فاش شافته في التلفازه والاخبار كيهضروا عليه ما قدرتش تخبي الفخر ديالها به. ومنين سال المؤتمر الصحفي جاوبته اخيرا على الميساجات ديالو. الدكتور فرح بزاف وتحرك نيشان القهوه فين تفاهموا باش يتلاقاو، وهز معاه كاع الهدايا اللي جاب ليها. في الطريق داز على البوابه ديال الخلاص ديال لوتوروت، والخدام تما اللي سميتو اينمون طيح ليه الصرف بالغلط وهو كيمدو ليه. في نفس الوقت اون جونغ كانت غادا فرحانه للقهوه ومحمسه باش تشوف باباها بعد غياب طويل، ولكن قبل ما يوصل عند الدكتور رد البال لواحد الكسيده خايبه بزاف ديال طاكسي في واحد ملتقى الطرق. الشيفور وواحد البنت كانت راكبه معاه ضربوا ضربه خايبه بزاف ودخلوا في واحد الحيط بسرعه خياليه. شويه وصلت سياره الاسعاف الاولى للموقع. الدكتور سول الفرمليه واش عندهم جهاز لشفط السوائل الداخليه، ولكن لقى عندهم غير دوزان التنفس العادي. من بعد شويه وصلت لومبيلونس الثانيه فيها اجهزه متطوره وبداو كيعتقوا الضحايا وهو واقف تما. الدكتور جونغ يو رد البال باللي الساعه قربت ل 12 ونص ديال النهار. عيط لبنته دغيا اونغ جونغ باش يعلمها باللي غادي تعطل شويه. في بلاصه ما يسمع بنته جابوا شخص اخر كان مسعف وقال ليه باللي بنته يلاه دارت حادثه دابا نيت. الدكتور جرى مصدوم لجهه الضحيه اللي ضرب هذاك الطاكسي، وفاش وصل كانت الصدمه قويه بزاف. لقى بنته هي اون جونغ وكانت ديجا ماتت. وهنا كيبدي نهار جديد حيت غطرا واحد الحاجه غريبه. الدكتور جونغ يون فاق فجاه ولقى راسو مازال راكب في الطياره قبل ما تهبط بشويه. في الاول يسحب ليه كاع داكشي اللي طرا لبنته والموت ديالها كان غير كابوس خايب وصافي، ولكن دغيا غادي يكتشف باللي نفس الاحداث بدات كتعاود بالحرف وبنفس الترتيب. المضيفه هنا طلبت منه امضاء والدري الصغير بدا كيتخنق في المطار. الصحفيين سولوا نفس الاسئله في المؤتمر الصحفي، وحتى داك العامل ديال البوابه اينمون طيح الصرف بنفس الطريقه تماما. كاع داكشي كيتعاود بالحرف والكسيده كطرا عاوتاني وبنته اون جون كتموت قدام عينيه. المره الجايه فاش فاق الدكتور جونغ يون قرر يتجاهل اي حاجه تقدر تعطلو باش يربح الوقت. حيد الحلوه الدري الصغير قبل ما يتخنق. ما مشاش للمؤتمر الصحفي كاع وطار نيشان البلاصه ديال اللقاء. هو كيصيفط ميساجات لبنته كيترجاها ما تمشيش لتما، ولكن البنت فهمات كلشي بالغلط. يسحب ليها باباها ما بقاش مسوق ليها وما بغاش يشوفها. داكشي علاش مشات للقهوه واخا هكاك. الدكتور شد الخوف والوسواس وبدا كيسوق بالزربه. داز في داك البوابات ديال لوتوروت بلا ما يخلص ودخل في زناقي عند اتجاه واحد ودابز مع الشوافر اللي سادين عليه الطريق. واخا هكاك التعطيلات كامله ضيعت ليه وقت ثمين وما قدرش يعتق بنته. من بعد الحلقه الزمنيه بقات كتعاود وتعاود بزاف ديال المرات. الدكتور حاول يجرب طرق اخرين وتسبب في شحال من حادثه وقلب على النمره ديال الشيفور ديال الطاكسي باش يحذروا قبل ما توقع الحادثه، وحتى انه داز من الخلا غير باش يدير طريق سريعه. ولكن واخا يبدل اللي بدل ديما كيوصل معطل. من بعد ما شاف بنته كتضرب وكتموت قدام عينيه مره تبع مره، الدكتور جونغ يون غرق في الاحساس بالذنب حيت عمره ما غادي يكون سريع كفايه باش يعتقها. ولكن فجاه عنده واحد الراجل سميتو مين تشول وسولو شكون هو بالضبط، حيت حتى هو كيتعاود ليه نفس النهار بالحرف شحال من مره. وهنا غادي نكتشفوا بلي هاد مين تشول هو نفس الفرملي ديال لومبيلونس اللي تلاقى مع الدكتور في الحادثه الاولى، وهو نيت اللي عطاه جهاز التنفس تما. والصدمه الكبيره هي ان داك البنت اللي كانت راكبه في الطاكسي وماتت في الكسيده هي مرت ميك يونغ. هنا القصه كتحول لوجهه نظر مين تشول وهو كيعيش نفس الفاجعه فاش كيشوف الكسيده ديال مرتو كتعاود. بحال الدكتور في الاول سحب ليه غير حلم خايب، ولكن من بعد ما عرف بلي هادشي حقيقي وخا ما فهمش علاش هاد النهار ما بغاش يسالو كيتعاود. وبحال الدكتور تماما مين تشول جرب كاع الطرق باش يعتق مرتو، ولكن الحادثه ما بغاش تحبس. حتى لواحد النهار رد البال الدكتور جونغ يون لاحظ بلي وصل الناس كاملين اللي واحدين في هاد النهار اللي كيتعاود. الدكتور هو اللي كيتصرف بطريقه مختلفه في كل مره قبل ما يرجع النهار عاوتاني للزيرو. الدكتور قال لمين تشول باللي خاصهم يتلاقاو المره الجايه فاش يفيقوا، وفعلا تلاقاو وبداو كيخدموا بجوج باش يوقفوا هاد الكارثه. الدكتور لقى خطه باش مين تشول يمنع مرتو باش ما تركبش كاع في داك الطاكسي، ولكن الامور ماشي بهذه السهوله. في هاد التوقيت مين تشول ومرتو ميك يونغ كانوا مدابزين على قبل الاولاد. هو ما بغاش الاولاد حيت مزيرين ماديا وهي كانت باغيه تبني عائله ضروري. وبسبب هاد الصداع والتوتر اللي بيناتهم اضطر الدكتور هو اللي يعيط على ميك يونغ براسو ويحذرها باش ما تركبش في الطاكسي، ولكن هي يسحب ليها غير شي واحد باغي يضحك معها وقطعت عليه التليفون في البلاصه. في نفس الوقت الدكتور حاول يبدل بلاصه اللقاء مع بنته، وفي المؤتمر الصحفي اعلن قدام الصحافه كامله باللي غادي يتلاقى مع بنته في واحد الجرده في بلاصه القهوه. اما مين تشول فدار خطه يائسه وخطيره بزاف، جرح راسو بحجره ومشى عند البوليس وقال باللي الطاكسي هو اللي ضربو وعطاهم النمره ديال
ديال الماتريكول ديال الطاكسي باش يقلبوا عليه قبل ما توقع الحادثه. البوليس بداو في البلاصه كيطاردوا مول الطاكسي في الاتجاه ديال ملتقى الطرق فين كطرا الحادثه ديما. وفاش وصل 12 ديال النهار بالضبط الوقت اللي كانت اون جون كتموت فيه ديما، وصل الدكتور لذاك ملتقى الطرق واكتشف بلي شي حاجه تبدلت هذه المره. بنت اون جونغ ما كايناش تما، والطاكسي الليموني اللي ركبت فيه ميك يونغ حتى هو ما كاينش. والاول مره حسوا باللي راه نجحوا في الخطه ديالهم. الدكتور ارتاح وتحرك دغيا الجرده باش يتلاقى بنته، ولكن في بلاصه اخرى البوليس لقاو الطاكسي غير هو الشيفور رفض يحبس التفتيش وزاد في السرعه وهرب، والطاكسي اتجه نيشان للجرده فين كاين الدكتور. من تشو سمع كلشي في اللاسلكي ديال البوليس وطار حتى هو الجرده في نفس الوقت. الدكتور وصل للبارك وبدا كيقلب على بنته حتى كيصوني ليه التليفون، جاوب وسمع صوت راجل كيهضر معاه بكل بروده كيقول ليه تغير بلاصه اللقاء ما عنده حتى شي فائده. هنا الدكتور دخل في واحد الحاله ديال الرعب والوسواس، بدا كيجري في ديك الجرده كيقلب على بنته، ولكن الحادثه وقعت واخا هكاك غير هي هاد المره في بلاصه مغايره تماما، وحتى الدكتور براسو تضرب ولا واحد من الضحايا ديال هاد الحادثه. من بعد كيتعاود النهار الزيرو من جديد. مين تشول اتصل دغيا بالدكتور جونغ يونغ ووصلوا لواحد النتيجه. الشيفور الطاكسي ما دارش حادثه عن طريق الخطا او الصدفه، بل كان كيقتل ميك يونغ واون جونغ بالعاني وعن قصد. مين تشول رد البال باللي مرته ماتت ماشي بسبب ضربه ديال الطاكسي، بل حيت تخنقات وكانوا اثار ديال الخنق في عنقها. فسمع الدكتور هادشي استوعب باللي الراجل اللي عيط عليه في الجرده هو براسو كان شيفور الطاكسي. والحاجه المرعبه اكثر هي ان الشيفور حتى هو كان محبوس معاهم في نفس الحلقه الزمنيه وكيعاود نفس النهار غير باش يقتل الناس اللي عزيزين عليهم بلا ما يضيع حتى شي ثانيه. مين تشول دخل عند البوليس ضرب واحد البوليسي كان تما باش يقلب في السيستم على معلومات على هذا الشيفور بالماتريكول ديال الطاكسي، وهنا اكتشف اوراق وسجلات ديال حادثه قديمه طرات هذه 3 سنين. فجاه تفكر مين تشول حادثه خايبه طرات ليه في الماضي ديالو. واحد الليله وهو كيسوق وساهي وخلى واحد الاب وولده مجروحين بزاف وكينزفوا بالدم. في الاول فكر يهرب ويخليهم، ولكن في الاخير هزهم قدام السبيطار. وهاد الضحايا طلعوا هما براسهم الشيفور ديال الطاكسي كانغ سيغ وولده الصغير هارو. وفي نفس الوقت الدكتور جونغ يون رجع للبيرو ديالو في السبيطار باش يقلب في الملفات الطبيه ديال هاد الشيفور. في التليفون قبيله الشيفور قال ليه باللي كيعرفوا هذه 3 سنين، وهنا فين غادي يعرف الحقيقه كامله. هذه 3 سنين بنت الدكتور اونغ جونغ كانت مريضه بزاف وكانت كتقلب على متبرع. في الاول المتبرع وافق، ولكن عائلته تراجعت في اخر لحظه. واحد الليله جابوا الشيفور كانغ سينغ وولده هارو مستعجلين للسبيطار مورا ديك الحادثه اللي تسبب فيها مين تشول. الولد هارو دخل في حاله حرجه بزاف وعنده الاطباء على البوس الدماغي ديالو، واخا كانت مازال واحد النسبه ثقيله بزاف باش يرجع يعيش. الدكتور بسبب اللهفه ديالو باش يعتق بنته من الموت خدا واحد القرار كارثي بزاف بلا موافقه ديال حتى شي حد. وجد القلب ديال الدري الصغير هارو باش يزرعوا لبنته، وزاد على هذا الشيء هو انه زور الاستماره ديال الموافقه على التبرع. فاش بالصب الكانغ سينغ بصبعه وهو فاقد الوعي في العنايه المركزه. ودابا في الحاضر وفي نفس النهار اللي رجع فيه الدكتور لكوريا، كانغ سينغ كان جالس كيشوف في التلفازه كاع الناس كيبجدوا في الدكتور كبطل انساني وكيوزعوا ليه الجوائز. هذا الحقد والغضب والاعمى هو اللي خلاه يقرر ينتقم بانه يقتل ميك يونغ مرات الفرملي ويضرب بنته اون جونغ بالعاني بالطاكسي. من بعد ما كيتعاود النهار للزيرو عاوتاني، الدكتور ما بقى قادر يدير والو من غير انه يبكي ويندم على داك الشيء اللي دار في الماضي. وفي نفس الوقت من تشول كيقلب بياس فين كانت مرته ميك يونغ قبل ما يقتلها كانغ سي، ولكن ما لقى حتى شي جواب. تلقاو الرجال بجوج عاوتاني، ولكن هاد المره ناض بيناتهم صداع كبير. الدكتور باغي يمشي يعتذر لكانغ سينغ ويطلب منه السماحه باش ولادهم يعيشوا، ولكن من تشول ما بقاش مسوق حتى شي حاجه سميتها السماحه. هدفه الوحيد دابا هو يعتق مرته ويصفيها لكانغ سين. هو كيشوف الحوايج ديال مرته ميك يونغ باش يلقى شي خير. اكتشف من تشول واحد الملاحظه مكتوبه في اليوميات ديالها. مراته كانت حامله في شهرها الثالث، هادشي كيعني انها كانت كتمشي للسبيط على قبل الفحص بالصاده وما عمرها قالتها ليه حيت عارفاه ما بغاش الوالد بسبب الازمه الماديه. وفي نفس الوقت الدكتور مشى نيشان لبلاصه الحادثه، هز كانغ سينغ مخبي وداه للسبيطار وتما دار ليه الادرينالين باش يخليه يعيش ويفيقو. فاش فاق كانغ سين الدكتور اعترف بكل شيء وطلب منه السماح على كاع داكشي اللي دار هذه 3 سنين. ترجع هو كيبكي باش ما يقتلش اونغ جونغ وقال ليه باللي ما بقاش قادر يتحمل يشوف بنته كتموت قدامه كل نهار. ولكن كانغ سين رفض ينسى الحقد والسم اللي في قلبه، كان باغي غير ياخذ حق ولده هارو بانه يقتل اونغ جونغ وخا يطرى اللي بغا يطرى. من بعد هادشي وصلوا البوليس واعتقلوا الدكتور، وفي نفس اللحظه صون عليه مين تشون وقال ليه باللي لقى اخيرا فين كاينه مرته ميك يونغ. وهنا طرات واحد الحاجه غريبه، الساعه ديجا فاتت الوحده ديال النهار والحلقه الزمنيه مازال ما جات للزيرو عاوتاني. في العاده النهار ديما كيتعاود مع 12:30، ولكن فجاه الوقت رجع عاوتاني للور. فاش فاق الدكتور جونغ يونغ استوعب اخيرا الحقيقه اللي مورا هاد الحلقه الزمنيه. النهار كيتعاود غير فاش كيموت شيفور الطاكسي كانغ سي، ولكن يلاه بغى الدكتور يقول هذا الخيط المهم لمين تشول. جاه بنت السبيطار وقال ليه باللي مرته ميك يونغ قررت انها تجهد الدري. من تشول طلع له الدم، وفكره انه يخسر مرته وولده اللي باقي ما تزادش هربات له عقله. تشعل كاع هادشي اللي كيحاول الدكتور يجرحوا ليه وقرر يمشي يصفيها لكانغ سين في البلاصه. ومن زهرو الدكتور كان مازال عاقل على النمره ديال كانغ سين وعيط ليه دغيا، ولكن فاش دار هكا كان مين تشول ديجا وصل للطاكسي وطلع معاه ونوضوها دق وسط
الطوموبيل. مين تشون كان حاسب ليه باللي الا مات كانغ سينغ مراته غتعيش في الاخير، ولكن الشيفور دافع على راسو بقوه وقدر انه يغلب مين تشون وخرجوا على برا الطاكسي. في هذا الوقت الساعه قرب 12 ديال النهار، الوقت اللي كتموت فيه البنت ديما، والرجال بثلاثه جراو لملتقى الطرق عاوتاني. والاول مره نجح الدكتور جونغ يون يعتق بنته. بعد ما عتق بنته الدكتور دار ريشه لجهه كانغ سين اللي وحل وسط الطاكسي، بدا كيحاول يجر له رجلو اللي وحلات وكيتقاتل باش يخليه عايش. وفي ديك اللحظه الدكتور فهم الحقيقه كامله وراه الصداع كامل. النهار كيتعاود حيت كانغ سين كان خاصو يبقى عايش، بما ان اخر ان ولده هارو ما بغاش باه يموت وهو قاتل، وحيت قلب هارو كاين بالدابه وسط بنت اون جونغ، فإلا قتلها غيكون بحال الا قتل ولده عاوتاني بيديه. وواحد شويه وصل مين تشول ودخل بالطوموبيل ديالو نيشان في الطاكسي بلا ما يفكر، ونظهر الدكتور قدر يعتق كانغ سيك في اخر ثانيه. ولكن في هذه الروينه مين تشول ضرب الدكتور جونغ يون بموس بالغلط وهو كيحاول يحبسه. الدكتور هو كيموت بسبب هذا الجرح، قال ليه بلي الطريق الوحيد باش يسالي هذا الكابوس كامل هي يعتق كانغ سيك. في هذا الوقت الشيفور كانغ سيك مجروح بزاف وبدا كيمشي شويه بشويه لجهه البنت اونغ جونغ. فاش شافته واقف قدامها تفكرت فاش دارت عمليه زرع القلب، تفكرات باللي شكرت كانغ سينغ فاش كان غايب الوعي، حيت بالفضل ديال قلب ولده هارو هي مازال عايشه دابا، وحاسه باللي هارو مازال عايش وسط بنتها. فاش سمع الشيفور هضره ديال البنت وهضره الدكتور، الحقد والسم اللي كان في قلبه تهرس وبدا كيدوب. والاول مره من نهار مات ولده عنق البنت اون جونغ بحال الا معلق ولده هارو براسو. ولكن غادي يلاه غادي بدي واحد الشراره شعلت في المازوت اللي كان كيسيل من الطوموبيل، الانفجار كلا كلشي وشد في كانغ سينغ واون جونغ بجوج في البلاصه، والنهار رجع للزيرو عاوتاني. ولكن هاد المره كلشي كيبان متبدل ومختلف. فاش فاق الدكتور جونغ يون مين تشولو الشيفور كانغ سينغ عاوتاني، الرجال بثلاثه كانوا هادئين بزاف مقارنه مع قبل. دابا فهموا مزيان حجم الذنوب والاخطاء اللي هازين في كتافهم وعرفوا شنو خصهم يديروا. مين تشول مشى زار مرتو ميك يونغ واعتذر ليها من كل قلبه على الانانيه ديالو، قال لها متشوق وما قادرش يتسنى فوقاش يتزاد ولدهم للدنيا. ومن بعد شويه ميك يونغ وصل ميساج من الشيفور كانغ سينغ حتى هو كيعتذر ليها على كل شيء اللي طرا. وحيت هذا المولود جديد طلع بنت مين تشول قرر يسميها هارو على سميت ولد الشيفور اللي مات. وفي نفس الوقت الشيفور كانغ سينغ مشى عند البنت اونغ جونغ وهي غادا لدارهم وعرض عليها يدوزوا الوقت بجوج في الجرده. اونغ جونغ بدات كتشوف التصاور ديال ولده هارو فرحه وكتسول عليه بحماس كبير، وقالت ليه حتى هي كتموت على الشوكولات بحال كيف كان ولده هارو، حيت في اعماق قلبها حاسه باللي هارو مازال جزء منها وعايش وسط منها. اما في المطار الدكتور جونغ يون وصلته التصويره في التليفون من بنت اونغ جونغ مصوره فيها وفرحانه مع الشيفور كانغ سينغ. هاد المره الدكتور قرر يدير الحاجه الصحيحه ويعترف بالعمليه غير القانونيه اللي دارها هذه 3 سنين، عاود الحقيقه كامله للمساعده ديالو يونغ سون، ومن بعد اعترف بكل شيء قدام وسائل الاعلام في المؤتمر الصحفي كطريقه باش يرتاح كفر الذنب والخطا اللي داروا في الماضي. وهكا كيصير الفيلم ونتمنى يعجبكم ونتلاقاو فيديو جديد.